قدام الفلاية المصرية، لدرجة إن هم سموها صاحبة الفلاية الفرعونية. الواضح كده إن بنات سويسرا زمان كان عندهم أمل يا صديقي. الفلاية المصرية هي اللي علمتهم إن إزاي يقضوا على حشرات الشعر اللي كانوا بيعانوا منها بشكل واضح. لما اتعرفت فيرينا بما إن هي قائدة الممرضات، فأمر الحاكم الروماني بسجنها. ما خرجت من السجن رجعت تاني للكهف اللي هي كانت عايشة فيه هي وبقية الممرضات. فضلت تساعد وتخدم وتمرض أهالي سويسرا، تعلمهم النظافة الشخصية والعلاج بطرق مختلفة والتمريض، لحد ما توفت في 14 سبتمبر سنة 344 ميلاديا عن عمر 64 سنة. وقدر السويسريين اللي فيرينا عملته جدا، ادوها لقب القديسة فيرينا، وبنوا ليها 70 كنيسة باسمها، وبنوا لها تماثيل في أماكن مختلفة كتير، أشهرها التمثال اللي موجود على نهر الراين. غير إن السويسريين بيحتفلوا بدورها ده سنويا، وبيعتبروا يوم الاحتفال الخاص بيها أجازة رسمية. احتفال سويسرا بدورها غير الاحتفال بفيرينا كقديسة. تحتفل الكنائس الرومانية الأرثوذكسية والكاثوليكية بعيدها في الأول من سبتمبر كل سنة. سنة 1986 زار مصر وفد سويسري شايل جزء من رفات القديسة فيرينا، اتحطت في كنيسة اتبنت سنة 1994 شايلة اسم القديسة فيرينا القبطية داخل الكاتدرائية المرقسية الموجودة في العباسية. في سبتمبر سنة 2012 سويسرا جابت باقي رفات القديسة فيرينا. دي كانت واحدة من النماذج المشرفة لمصر من المسيحيين اللي أوروبا كلها بتحترمها وشايلة جميلها لغاية النهاردة. الآخر محدش فاكر دقلديانوس، كله فاكر فيرينا المسيحية القبطية، عشان يبقى شايف نفسه إله كويس. وهنا بينتهي الفيديو بتاعنا، واشوفك على خير. سلام.